قانون النية. النية هي القوة الخفية خلف كل شيء. انوي بوضوح وستفتح لك أبواب لم تتخيلها. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الكون يتجاوب معك ليس بناء على كلماتك فقط، بل على ترددك. أنت ترسل دبدبات والكون يرسل إجابة. هذه الكودات ليست سحرية، إنها موجودة في الفيزياء، في علم الذرة، في علم الطاقة، وفي الروحانيات القديمة والحديثة. كل حضارة قديمة فهمت هذه القوانين وعبرت عنها بطريقتها، من الفراعنة إلى حضارات المايا إلى الحكماء الهنود. والأجمل أن جسدك يحمل هذه الكودات. كل خلية، كل عضو له ذكاء خاص. هل شعرت يوما أن هذا العالم ليس كما يبدو؟ هل خطر ببالك أن هناك شيء خفي كأننا نعيش في حلم أو في لعبة مبرمجة؟ ماذا لو قلت لك أن فيلم الماتريكس لم يكن مجرد خيال علمي، بل رسالة مشفرة؟ في هذا الفيديو سنغوص في أعماق الوعي، في كودات الكون، كيمياء الظل والتشافي الحقيقي، وسأشاركك من أين تبدأ هذه الرحلة. فيلم The Matrix عبر بشكل عميق عن فكرة البرمجة التي نعيش فيها. برمجة مجتمعية، برمجة تعليمية، عائلية. نحن نولد داخل نظام يملي علينا كيف نعيش، كيف نحب، كيف نحلم. نيو يمثل كل واحد فينا. الممثل الذي مثل في هذا الفيلم The Matrix سموه نيو. نيو يمثل كل واحد فينا حين يشعر أن هناك شيء لا يتماشى مع روحه، ويبدأ بالسؤال. الماتريكس ليس شاشة فقط، بل هو مرآة للواقع. الماتريكس هو استعارة عن السجن الذهني. كل فكرة غير حقيقية تبنيناها منذ الطفولة تشكل جزءاً من هذا السجن. عندما يقول المورفيوس لنيو في الفيلم الماتريكس هو نظام، وعندما تكون بداخله فأنت جزء منه. فهو يشير إلى أننا لا نستطيع تغيير الواقع إن كنا خاضعين له تماماً دون وعي. في الفيلم هناك حبة حمراء التي اختارها نيو ليست مجرد كبسولة، إنها قرار يفتح العيون بقبول الحقيقة حتى لو كانت موجعة. نيو لم يكن خارقاً من البداية، كان تائها مشوشاً مليئاً بالشك، وهذا طبيعي. كل من يبدأ رحلته الروحية أو التشافي يشعر بهذه الضبابية في البداية، ولكن مع كل لحظة وعي ومع كل تجربة مؤلمة نختار مواجهتها نصبح أقرب لحقيقتنا. فهل تجرؤ أنت أيضا على اختيار الحبة الحمراء؟ هل أنت مستعد لرؤية العالم على حقيقته؟ قوانين الكون منهم قانون الذبذبة. كل شيء في هذا الكون عبارة عن طاقة. أفكارك، مشاعرك، جسدك، حتى الأمراض، كلها تحمل تردداً يرتفع. وعندما تكون في حالة خوف تردد ينخفض، وهنا يتفاعل الكون معك بناء على دبدبتك. مثلا قانون الجذب. أنت مغناطيس حي، ما تشعر به في داخلك
تنجذب إليه في الخارج. هذا لا يعني فقط جذب المال أو الحب، بل حتى جذب التجارب التي تعلمك ما تحتاجه لتتطور. أحيانا تجذب الألم لأنه يكشف لك أين تحتاج للشفاء. قانون السبب والنتيجة. لا شيء يحدث صدفة. كل موقف في حياتك، كل لقاء، كل انهيار، كل نجاح هو نتيجة لاختيار سابق أو فكرة داخلية أو نية أرسلتها. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النية بوعي أو بدون وعي. هناك قانون الانعكاس. ما تراه في الآخرين هو انعكاس لشيء بداخلك. عندما تنتقد شخصا، اسأل نفسك: هل هذا الجانب موجود فيه؟ عندما تعجب بشخص، ربما ترى فيه شيئا خاملا داخلك ينتظر أن يفعل. الظل ليس فقط تلك التصرفات التي نخفيها، بل هو أيضا كل شعور دفناه، كل صرخة لم تسمع، كل لحظة قلنا فيها أنا بخير بينما نحن نتفتت من الداخل. الظل هو الوجه الآخر لك، الوجه الذي رفضه المجتمع فقررت أنت أيضا أن ترفضه. الغضب مثلا: عيب عليك، لا تغضب. البكاء: لا تبكي، كن قويا. مثلا الرغبة: حرام، لا تفكر، لا ترغب في شيء. فتبدأ رحلة الإنكار وتتكون شخصية مزيفة ترضي بها الآخرين وتخدر الألم. لكن الحقيقة: لا أحد يشفى وهو يخفي نصفه في الظل. الظل يظهر في نوبات الغضب المفاجئة، جلد الذات المتكرر، النفس اللوامة التي تلوم نفسها. نحن كلنا نخطأ وكلنا نستفيد من تجاربنا ومن أخطائنا. الحسد، الغيرة، المقارنة، الصمت الذي يخفي صراخا داخليا. ولعل أهم ما في الظل أنه لا يختفي إن تجاهلته، بل يعيد نفسه بشكل أقوى. كيف نواجهه يا غزلان؟ كيف نواجهه يا غزلان هذا الظل؟ الاعتراف: نعم، أنا أغار أحيانا، نعم، أشعر بالحقد أحيانا، نعم. لا عيب في المشاعر، العيب أن أنكرها وأسمح لها أن تتحكم في. اكتب، اكتب دون فلترة. قلم، قلم، دفتر، اكتب دون فلترة بليز. اكتب ما لا تجرؤ أن تقوله. خذ نفسا عميقا واسمح لجسمك أن يشعر دون هروب. التحنن على الذات. ليس كل ما في الظل سيء. أحيانا تجد هناك ذاك الطفل الداخلي الذي لم يحب كما يستحق. الظل لا يشفى بالعنف بل بالحب. هو طفل خائف ينتظر أن تقول له: أنا أراك، أنا لا أهرب منك بعد الآن، أنا معك. التشافي لا يأتي من الخارج، لا دواء، لا أحد ينقذك. الشفاء الحقيقي يبدأ حين تختار أن ترى الحقيقة وأن تعود لنفسك. استمع لجسمك. الألم دائما يحمل رسالة. خذ وقتا للصمت.
التأمل ليس رفاهية بل ضرورة. عبر، واكتب، تحدث، ابكي، تحرر. الشفاء ليس لحظة بل طريق، وهو ليس دائما سهلا لكنه حقيقي، طريق للشجعان. ابدأ من هذه اللحظة، لا تنتظر أن تكون مستعدا، لا تنتظر أن يفهموك. اسأل نفسك: من أنا لو لم أكن خائفا؟ لاحظ أين يتكرر الألم؟ ما الرسالة؟ سامح، ليس لأجلهم بل لأجلك. آمن أن هناك شيء أجمل ينتظرك. واختم بهذا: في داخل كل ألم بذرة نور، في داخل كل خوف مفتاح حب، وفي داخلك أنت كل الإجابات. إذا وصلت إلى هنا، إذا وصلت إلى هنا صديقي وصديقتي، فهذا يعني أن روحك وروحك مستعدة لسماع الحقيقة. أرجوك لا تعودي للنوم، لا تعودي للماتريكس، لا تعودي للبرمجة. أنت هنا لتتذكري من تكونين. قانون النية: النية هي القوة الخفية خلف كل شيء. انوي بوضوح وستفتح لك أبواب لم تتخيلها. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. الكون يتجاوب معك ليس بناء على كلماتك فقط بل على ترددك. أنت ترسل دبدبات والكون يرسل إجابة. هذه الكودات ليست سحرية، إنها موجودة في الفيزياء، في علم الذرة، في علم الطاقة، وفي الروحانيات القديمة والحديثة. كل حضارة قديمة فهمت هذه القوانين وعبرت عنها بطريقتها، من الفراعنة إلى حضارات المايا إلى الحكماء الهنود. والأجمل أن جسدك يحمل هذه الكودات. كل خلية، كل عضو له ذكاء خاص. عندما تنوي الشفاء فإن جسدك يستجيب، وعندما تختار الامتنان يفرز دماغك كيمياء تعيد التوازن. والسؤال هو: هل أنت مستعد لتستخدم هذه القوانين لصالحك؟ هل تبدأ الآن في تغيير دبدبتك؟ لأن الحقيقة هي ما تبحث عنه يبحث عنك. إذا وجدت في هذا الفيديو ما حرك فيك شيئا، فكرة، شعورا أو أملا، فاسمح لهذا الأثر أن يستمر. شارك هذا المقطع مع من يحتاج أن يتذكر قوته، واضغط على زر الإعجاب، ليس فقط دعما لنا بل دعما لكل رسالة وعي تنمو في هذا العالم. واشترك في القناة، لأننا هنا لا نشارك معلومات فقط بل نفتح أبوابا نحو الداخل. شكرا لوجودك، شكرا لوعيك، وشكرا لأنك ببساطة قررت أن تبدأ الرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.